السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد منير من قناة كرة أونلاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد منير من قناة كرة أونلاين. الأهلي من كاس السوبر اللي هو الجديد اللي هم عايزين يعملوه 4 فرق ده. 4 فرق. طيب محمد شبانة بيسأل ثروت سويلم بيقول له هتعملوا ايه؟ ده شكل الاهلي هينسحب. ان من بين السطور في البيان بتاع الاهلي بيقول ان هو ممكن ينسحب. اول حاجه رد عليه دخلني في موضوع الشحات وعقوبه الشحات. طب انا بسالك سؤال دلوقتي، دخلتني في الشحات وعقوبه الشحات. سالتك تاني السؤال، ساله تاني السؤال وقال له لا اسمع معايا البيان بيقول ايه، وراح قال له البيان ما بين السطور بيقول البيان ان الاهلي مش هيشارك في حال ان الزمالك يشارك في كاس السوبر. يرد عليه هو يقول له ايه؟ بيحسسني ان هو مش فاهم. نسمع وارجع نرد برضو على الكلام اللي هو قاله. بص بيقول له انا عرفت من كواليس النادي الاهلي انه لن يشارك في كاس النخبه اللي هتتعمل في الامارات. المفروض 4 انديه مش كده؟ ده بديل للسوبر 4 انديه شارك نادي الزمالك. تمام. واكيد انت واصلك طرطيش كلام اكيد وصل له. يعني افرض نادي الزمالك اخذ الكاس اسمع. الاهلي مش هيشارك؟ الاهلي بيقول لك الزمالك انسحب في كاس السوبر الاخير، وبالتالي لابد وان تطبق عليه اللائحه. اذا اعتبرتوه انسحاب انا بقول لك اللي انت مش رايك بتاع شباب، انا بقول لسيادتك المطبخ بتاع الاهلي اتفق على ايه؟ انه في حاله حتى لو زي كسب السؤال كله هو على ايه؟ طبق عليه اللائحه لانه عن انسحاب الاهلي اذا شارك الزمالك. هو بيفهمه يحرم والله كل ده بيفهمه. واذا اعتبر انه اعتذار يبقى موسم ونص مليون جنيه. وان ان تم مشاركه الزمالك سواء كسب الكاس او حتى اختير، لانه في اعتقد نادي رابع بتختاروا الرابطه او الشركه الراعيه مش فاكر. يعني بطل الدوري وبطل الكاس وبطل الكاس الرابطه والنادي الرابع تاني دوري. بص هو بيفهمه، بيقولوا يا جماعه العقوبه بتاعت الزمالك اللي هو انسحاب يبقى 2 عقوبه ومليون جنيه غرامه. ما يشاركش في السوبر 2 ومليون جنيه غرامه. طب لو هو اعتذار هيبقى مليون جنيه غرامه، هيبقى نص مليون جنيه غرامه، ومش هيشارك لمده الموسم اللي بعديه في السوبر. هو بيشرح له كده، بيقول له كده. بص التاني بيرد عليه بيقول له ايه؟ مش فاكر بقى تاني الدوري قوي. لكن انا بتكلم محمد بيه وضع طبيعي. بص لما يكون في حدث يحصل وما يطلعش عقوبات عليه في وقتها بتموت العقوبه. انت مش ملاحظ ان الموضوع ده ما حدش اتكلم فيه بعد انسحاب الزمالك؟ تمام. بعد انسحاب عشان كده الزمالك لما اتكلمت وبدافع امبارح عن قرار لجنه المسابقات في الرابطه واتحاد الكوره بشان حسين الشحات، قلت لهم سرعه اتخاذ القرار كانت احترافيه من اللجنه. سرعة اتخاذ القرار كانت احترافية من اللجنة بسبب ايه؟ عقوبة الشحات. هو بيسأله على انسحاب الاهلي والزمالك والسوبر و دخله في الشحات واللجنة نشكرها. طب ماشي، انت ممكن تشكر وتعمل بعد ما تجاوب على السؤال. طب هو لما محمد شبانة رجع قال له السؤال تاني بصيغة تانية، نسمع شبانة قال له ايه؟ بتاع لو انت النهارده قريت البيان زي ما انا قريته كده بين السطور، انا قريته شويه بالخياشيم الصحفيه. بالخياشيم بقى. بس انا اقول لحضرتك على حاجه اللي بص يعني هقرا لك السطر اللي في البيان بس سيادتك. ناقشت لجنه التخطيط في النادي يعني الاتحاد المصري لكره القدم ولجانه المختلفه وكذا رابطه الانديه المحترفه ضروره مضاعفه الجهد والعمل على ارساء العداله. تمام. اللي هو مفيش له مناسبه الكلام ده المناسبه اللي انا بقول لك عليه، وتنفيذ ما تقضي به اللوائح الرياضيه وفق معايير واحده وواضحه في الجوانب الاداريه والتنظيميه والانضباطيه. فخد بالك سيادتك دي المقصود بيها اللي انا بقول لسيادتك عليها. انت حضرتك بتحلل الحوار، ولكن انا لما ال3 اسطر دول لفتوا نظري بالخياشيم اللي بقول لسيادتك عارفها دي، قعدت انا بقى الف بقالي 3 ساعات في النادي الاهلي لغايه ما جبت ما دار في المطبخ امبارح والنهارده، وده قرار هم اخدوه لكن مش هيعملوا لما يشوفوا. هيقول لك مش رد انت بقى. النخبه وان انا مشغول هو خايف يرد، والله خايف يرد. والله محمد بيه انا بص بقول لسيادتك خبر مش
انا معاك. انا معاك. اسمع بقى الرد هيقول له ايه؟ بس انا متاكد ان يقول له القانون المفروض يقول كذا. الرابطه دي يا احمد بيه بصراحه يعني انا اتشرفت ان انا موجود معاهم. شرفت عامله جهد ما حدش ينكر. يا عم، احنا عارفين ايه عامله جهد. وتفكيرهم ان يبقى في حاجه كاس طبعا الأمم فيها طبعاً. تعظيم ايرادات وفيها جداً. تعظيم، انا فاهم طبعا. فانا بقول لحضرتك لا، يعني انا ما اعتقدش النادي الاهلي يعني ممكن يكون الكلام ده مسار حقيقي مش حصل. اقدر اقول لسيادتك هذا قرار بس ما قالش ان انا مش هلعب. ما قالش، انت مش فاهم اللي هو يقول. يا معلم يبدا ده تمهيد. ده تمهيد. تمهيد القرار الداخلي. ما هو التمهيد ده يبقى يقتضي ان الزمالك ما يشاركش في كاس مصر. يشارك الزمالك مش هيشارك في كاس مصر. هل الزمالك لما اعتذر او انسحب من كاس السوبر هتطبق عليه العقوبه ولا لا؟ يقول لك كده مش يعني يقول لك. ما انا بكلم حضرتك، يبقى المفروض دلوقتي ان كاس مصر اللي احنا فيه ده اللي النادي الاهلي هيلعب الداخليه يوم 30 ويوم 3/8 حتى هيبقى اسمه الزمالك والاهلي عليه عقوبه. لو يبقى المفترض ان الزمالك ما يكملش لانك انت هتستنى لما الزمالك ياخد الكاس. بيقول لك الزمالك ما يكملش، مفترض ان الزمالك ياخد الكاس. يا ابني هو ماله ومال الزمالك ومال الكاس؟ هو بيكلمك عن السوبر. هل هو ثروت سويرم ده مش فاهم ولا بيعمل بالمنهى؟ ما احنا عايزين نفهم، هو مش فاهم ولا بيعمل بالمنهى؟ هو بيقول له كده الزمالك المفروض ما يكملش في كاس مصر. يا ابني هو ما بيكلمكش على كاس مصر. العب يابا كاس مصر، بس لما توصل كاس مصر مش وتكسب كاس مصر مش هتلعب السوبر عشان انت محروم منه. اسمع. وبعدين يقول لا شكرا مش الكاس. لا هو الاهلي بيقول لك لا، هو المفروض بعد اذن حضرتك ما دام كاس السوبر هم بيقول لك اتسحب من كاس السوبر ما يشاركش في السوبر تاني ولا ما يشاركش في كاس مصر. لا السوبر يعني بيحسسني ان هو مش فاهم. بيقول له في السوبر اهو. السوبر عارف النهائي. هو الاهلي بيقول لك ان الانسحاب من السوبر وفق اللوائح لعبه. طب يا جماعه، هل انتوا تعقلوا ان هو مش فاهم الموضوع ولا بيعمل بالمنهى؟ انا عايز افهم. عقوبه. فهذه العقوبه لازم تطبق. فهل انت النهارده مش هتطبقها؟ انا مش هشارك. بس انا بقول لحضرتك كلام سادة اوانه، وبقول لحضرتك ان كاس النخبه اللي هيجي ده يبقى حاجه مميزه جدا. انا عارف طبعا، وتمييزها اكبر من مشاركه الاهلي والزمالك يعني. بصوا يا جماعه، من الاخر كده هو مش هيدي ولا نافع ولا اي حاجه. هو على المصيره دي ماخدوش يا ماما، ماخدوش يا ماما، ماخدوش يا بابا، ماخدوش يا بابا. تاخدوش منه عقد نافع. يقول لك ده سوق لاوانه، ده مش وقته. امال ايه اللي وقته؟ لما يجي تنزل القرار وتعتب الطوبه في المعطوبه، ساعتها نتكلم، نقول كاني وماني ساعتها، ونقول الاهلي قال لا ده الزمالك المفروض يخش، لا دي بطوله جديده. ما ترد على الراجل. والله يا جماعه، والله يا جماعه، الناس بتخاف ترد. الناس بترد وبتقول الحقيقه بتطلع تشتم. ده كان عن انسحاب الاهلي، وزي انتم شايفين ما فيش حد بيرد، ما حدش بيقول عقد نافع. وبكده يا جماعه تكون نهايه حلقتنا، ويا رب يكون استمتعتوا بيها وكنا قدمت لكم حاجه مفيده او حاجه جديده. وما تنسوش معانا اللايك والاشتراك.